اهلا بيكم. انا محمود الليثي من شركه الليثي للدراجات. معانا موديلات 2025 من شركه ترينكس اللي هتقلب بيها موازين السوق المصري بالكامل في الفتره اللي جايه. وناس كتير كانت بتتكلم وتقول عايز تشتري عجله ماونت يبقى ترينكس، عايز تشتري رود لا ترينكس لا. النهارده الموضوع ده اختلف تماما بالموديل اللي احنا نازلين بيه النهارده اللي هو ترينكس تيمبو 1.4 موديل 2025. النهارده الموديل ده قلب كل الموازين بالتعديلات الجديده. طبعا احنا عارفين ان ده موديل بقاله 3 سنين بينزل السوق المصري، لكن كان بينزل بمواصفات تانية خالص. فالنهارده حابب اعرض عليكم المواصفات الجديده ل 2025 اللي زي ما بقول لحضراتكم هتقلب الامور تماما. طبعا احنا عارفين جودات وخامات ترينكس مع المواصفات والجودة العالية مع السعر كمان المنخفض. يعني انت بتحقق قيمة مقابل سعر، اعلى مواصفات اعلى جودة اقل سعر. فيلا بينا نشوف ترينكس تيمبو 1.4 بتقول ايه. ورجعنا لكم مرة تانية، وقبل ما نبدأ مراجعتنا النهاردة يا ريت ما تنسوناش في شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. الفريم بتاع العجلة من الألمونيوم. الحاجة الجميلة عندنا الفريم بينزل بمقاسين، بينزل بمقاس 56 ومعانا مقاس جديد جدا وهو 58. المقاس ده أول مرة ينزل في السوق المصري في المستوى السعري ده. الفرق بين الأب تيوب والداون تيوب زي ما حضراتكم شايفين فرق كبير، بمعنى إن المقدمة بتاعت الفريم بتبقى مقدمة كبيرة، المسافة بتاعتها بتبقى 18 سنتي، بعكس أي شركة تانية في السوق الفريم بتاعها بيبقى فريم صغير، بيبقى مقدمة الفريم بتبقى 11 سنتي بس. ده بيفيدنا احنا في ايه؟ بيفيدنا ان العجلة بتبقى من قدام عالية، بحيث ان انا اقدر ان انا اعلي الكرسي زي ما انا عايز من غير ما المقاس يختل معايا. فدي ميزة كبيرة جدا من ميزات ترينكس، المقاسات المظبوطة. وفي نفس الوقت احنا معانا فريم 58 سنتي، يعني ما شاء الله فريم كبير، وكمان مقدمة الفريم عالية، يعني ما شاء الله مفيش أكبر من كده. يعني لو حد مثلا مترين يركب العجلة دي مرتاح جدا. العجلة مقاسها كبير. نيجي للفورك بتاع العجلة. الفورك بتاع العجلة فورك ألمونيوم، وده تغيير من التغييرات اللي حدثت عن الموديل السابق، إن الفورك بقى ألمونيوم. الجنوط بتاعت العجلة جنوط هرمي عالي. الجنط ده الهرم بتاعه 40 ملي، الجنط طبقتين يتحمل الصدمات، بيحوي 32 سلك. الجديد كمان معانا ان السرر بقت ألمونيوم رمان بيل، وده شيء كويس جدا وممتاز، بيدي سرعة كبيرة جدا للعجلة. الكاوتش بتاع العجلة كندا، المقاس بتاعه 700 في 25 سي. جروب السرعات عندنا شفترات شيمانو SL-A50، شفترات ممتازة جدا وجميلة جدا. العجلة معانا هنا 2 في 7، الشفتر الشمال 2، الشفتر اليمين 7. الجشمة الأمامية شيمانو تورني، الجشمة الخلفية شيمانو تورني TX، وده برضو تعديل جديد للعجلة. أهم ما يميز برضو الموديل بتاع ترينكس إن الفري ويل الخلفي شيمانو 7 سبيد، الترس الكبير بتاعه 28 والصغير 14. الجنزير بتاع العجلة مافا M50. عندنا الترس والدراعين ألمونيوم برويل، ده التحديث برضو الجديد. الترس الكبير عدد السنان بتاعته 50 والترس الصغير 34، ده طبعا تحديث جديد جميل جدا. قلب البدال رمان بيل. الكفف ألمونيوم. الفرامل برضو ده تحديث جديد، الفرامل بتاعتها فرامل ألمونيوم 3 قطع لوجان. العجلة بتمتاز ان ليها 4 دراعات فرامل، 2 تحت و2 فوق، عشان طبعا انت بتمسك العجلة براحتك. الطيش بتاع الكرسي طيش ألمونيوم على إلين. الكرسي ترينكس سبورت مريح جدا. في تحت الكرسي العاكس الخلفي. من ناحية الشمال السنادة بتاعت العجلة تبقى مثبتة في الفريم بمسمارين، ده شعار ترينكس في مقدمة الفريم. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا وهو الدهان بتاع العجلة. الدهان بتاع العجلة يعني معروف عن ترينكس ان دهاناتها جميلة جدا، صعب انها تتخدش، ما بيحصلش فيها خدوش بسهولة. الدهان بتاع العجلة ما بيقشرش زي شركات تانية كتير، لا الدهان هنا كويس ممتاز. العجلة فعلا التصوير ظالم للعجلة دي، لان العجلة دي مواصفاتها جميلة جدا وحاجة تحفة. عندنا بار الجادون اصبح ألمونيوم. بار الجادون كان حديد في الموديل السابق، لكن دلوقتي اصبح بار الجادون ألمونيوم.
رقبه الجدون الومنيوم، الهيد بوست من ترينكس، وعندنا كويك ريليز هنا للكرسي. العجله ما شاء الله جميله جدا، والاجمل سعرها. لما نسمع سعر العجله دي خلاص ما حدش هيعرف ينافس ترينكس بالمواصفات دي والسعر ده. يعني خلاص انا بيتهيألي كده المنافسه في العجل الرود اتحصرت، ان ترينكس خلاص ترينكس تكسب. ما شاء الله حاجه جميله جدا وسعر تحفه. فموضوع المنافسه زي ما بقول لحضراتكم، المنافسه محسومه لصالح ترينكس. هنا برضو الضمان بتاع الفريم بيبقى مطبوع على العجله 5 سنين على الفريم ضد عيوب الصناعه. اظن كده انا قدرت ان انا اشرح لكم العجله بالكامل. نيجي بقى للمحصله النهائيه لمراجعتنا النهارده. ودلوقتي مع المحصله النهائيه لمراجعتنا النهارده. في البدايه العجله دي انا بديها 10 على 10 مقارنه بمثيلتها في السوق في المستوى السعري بتاعها. يعني موديل 24 غير موديل 25 خالص. لما نيجي نعد بقى الحاجات الجديده اللي اتضافت في العجله، الجادون بالكامل بقى الومنيوم، الفورك بقى الومنيوم، ترس والدراعات بقوا الومنيوم. العجله كلها ما شاء الله، يعني العجله فول الومنيوم بالكامل. الى جانب كمان اهم ميزات ترينكس وهي المقاسات بتاعت الفريمات. المقاسات بتاعت ترينكس تحفه. يعني انا دايما بنصح بالمقاسات بتاعتها، لان المقاسات بتاعتها يعني ما تؤديش الى بقى مشاكل صحيه في الظهر والكلام ده. لا، انت بتاخد عجله مقاسها صح، فما بتتعبش من استخدام العجله ابدا. العجله دي لو حبينا ان احنا نعد مواصفاتها، العجله دي شفترات شيمانو، جشمات شيمانو، زي ما قلنا جادون الومنيوم، السرر الومنيوم رمان بيلي، وترس ودراعات الومنيوم، قلب البدال الومنيوم، الفرامل 3 قطع لوجان. يعني ما شاء الله العجله كلها تحفه. فانا بنصح بالعجله دي بشده. العجله دي سعرها زي ما قلت لحضراتكم، سعرها تحفه تحفه تحفه. العجله دي موجوده عندنا شحن لكل المحافظات. اللي حابب يتواصل معانا، للتواصل معانا عن طريق الواتس هتلاقي الرقم في الديسكريبشن تحت. احنا بنشحن لكل المحافظات. ده اول فيديو احنا بنبداه في سلسله ترينكس 2025. انتظروني في بقيه الموديلات كلها حاجات جميله جدا واسعار غير اي حد. فان شاء الله تابعوني والجاي احسن ان شاء الله. والى اللقاء في فيديوهات قادمه باذن الله.